مرحبا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم عنا وصفة كتير طيبة وراح نحضرها بطريقة سهلة. وصفتنا هي حلاوة الجبن. بس خليكن معي لنهاية الفيديو وشوفوا كل المراحل، وان شاء الله راح تعجبكم. واذا عجبتكم لا تنسوا اللايك، وخلينا نروح للمكونات. راح نحتاج لهاي الوصفة لكاسة سميد ناعم، وكاسة سكر، وكاسة ونص مي سخنة، وكمان رح نحتاج لكمية من الجبنة وهي 500 غرام. وكمان رح نحتاج للقشطة. أنا رح استعمل هاي النوعية مسكربونة، انتو استعملوا القشطة اللي بتحبوها. ممكن كمان تستعملوا القشطة المنزلية. إذا بتحبوا بنزل لكم الطريقة، اكتبولي بالتعليقات. ورح نحتاج كمان لماء زهر وفستق حلبي للزينة. ويلا نبدأ بالوصفة. بسم الله. بالبداية رح أنزل المي، كاسة ونص مي. طبعا نحنا نزلنا مي سخنة، وهلأ بنبدأ بننزل السكر. نحركها لحتى يذوب السكر. وهلأ بعد ما ذاب السكر بنضيف الجبنة، جبنة موزاريلا طبعا. هلأ بهاي المرحلة بنضيف السميد شوي شوي. بنضيف ومنحرك ومنمطها لحتى تتداخل كلها جوات الجبنة. هلأ هون لازم نخفف الغاز. هلأ هون خلصنا الكمية كلها. وهلأ راح اضيف ماء زهر. وهيك العجينة صارت جاهزة. وهلأ راح نزلها على ورق زبدة لحتى نشتغل فيها. العجينة كيف طلعت روعة. وهلأ وهي سخنة بحط عليها ورقة زبدة وبمدها. بعمل لها هاي الحركة لحتى تطلع معنا على شكل مستطيل. راح ادهنها شوي ماء زهر.
وهلأ رح مد الحشوة عليها، مد القشطة. بنلفها بهاي الطريقة. وهلأ صار عنا أحلى رول حلاوة الجبن. قطعها قسمين وراح أحطهم بالبراد بس يبردوا بعدين بقطعهم. وهيك طلعوا معنا بعد ما شكلتهم. راح أحطهم بالبراد وبعدين أقطعهم وبشوفكن بمرحلة التقديم. وهلأ جينا لأحلى مرحلة، مرحلة التقديم. طلعت الرولات من البراد وهلأ راح نقطعهم. وهلأ راح بلش أقطعهم. بنقطعهم بهدوء. ونحن عم نقطع عم نمسح السكين لحتى ما تطلع الحشوة لبرا. وهلأ وهلأ هيك قطعتهم وزينتهم بالفستق. هلأ بنرش عليهم شوية فستق كمان. وهلأ بنحط عليهم القطر، قطر بارد من البراد. وهيك جينا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم. فإذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد.